عارفين لما تعملوا حاجة وانتوا متأكدين من النتيجة بتاعتها وفي الآخر تحصل حاجة عكسها خالص خالص غير متوقعة بالمرة؟ ده اللي حصل مع الملك قسطنطينوس ابن قسطنطين الكبير. لما مشي ورا بدعة أريوس بعت اسكندرية واحد اسمه جوارجيوس وبعت معاه 500 جندي، وأول لما وصلوا اسكندرية للأسف قتلوا عدد كبير من سكان اسكندرية، وكمان كان معاه رسائل ان هو يكون البطريرك بدل القديس اثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين للكرسي المرقسي. قعد هناك بالفعل ومسك الحكم، وفي الفترة دي القديس اثناسيوس الرسولي كان متخفي لمدة 3 سنين، وبعد ال3 سنين دي قرر ان هو يروح القسطنطينية، وراح هناك وقابل الملك قسطنطينوس وقال له قدامك خيارين يا سيادة الملك، يا اما تقطع راسي وانال اكليل الشهادة يا اما ترجعني للكرسي المرقسي بتاعي. ما اختارش ما بين الاتنين، عمل حاجة عكسهم خالص، وهي ان امر ان هو يتحط القديس اثناسيوس في مركب صغير ويتساب في البحر بدون اكل وبدون مية وبدون حتى مدبر للمركب دي، يعني سابه كده من الاخر لوحده في المركب. مشيئة ربنا بقى تغير كل حاجة، هو كان عامل كل حاجة بثقة على اساس انه هيموت يا اما من الجوع يا اما من العطش او هتحصل له اي حاجة وهو في البحر. ربنا بقى عمل حاجة عكس تفكيره نهائي، وهي ان المركب كانت ماشية في البحر كأن الملايكة بتشيلها، كأنها ماشية كده على أجنحة الملايكة، لغاية ما وصلت مدينة اسكندرية، وهناك استقبلوا شعب المسيح بالفرح والتهليل والألحان والتسابيح لغاية ما وصلوه لحد الكنيسة وقعدوا على الكرسي المرقسي بتاعه، وساعتها مشوا جوارجيوس وما بقاش موجود مرة تانية. بتعيد الكنيسة بالمعجزة العظيمة دي يوم 30 من شهر توت المبارك، بركة وشفاعة القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين للكرسي المرقسي، فلتكن معنا ومعكم آمين.